السلام عليكم. تخيل تكون كتبت اسم شركة غلط في عقد مكون من 50 صفحة واكتشفت الغلط ده قبل التسليم ب5 دقايق. هل هتقعد تدور على كل كلمة الحقيقة؟ طبعا لا. النهاردة هنتعلم أداة Find and Replace اللي هتعمل لك المهمة دي في ثانية واحدة وبدقة 100%. دلوقتي مثلا لو أنا محتاج أبحث على كلمة نور في الملف، نور هنا وفي أنزل في هنا نور وهنا فنور دي مثلا نور اهيت، وهكذا هقعد ادور مثلا وطلع اسمها في الاخر مثلا اماني. انا هدور عليها ازاي علشان اعرف مكانها؟ بكل بساطة هضغط كنترول واف من لوحة المفاتيح، وهنا هبحث على الكلمة اللي انا محتاجها. انا مثلا عايز ابحث على نور، اكتب نور واضغط انتر. هنا عامل لي هايلايت لكل كلمات نور لو انا محتاج اعمل فيها تغيير في كل النص، وهنا كمان في نور وهكذا. كده انا عرفت اوصل لها. طب انا مثلا لو نسيت الاختصار كنترول اف، بكل بساطة في تاب هوم هنضغط على هوم ونروح منها على فايند، هتوصلني لنفس المكان برضو. كمان تقدر تستخدم القائمة دي عشان تتحرك بين العناوين المختلفة، ده لو انت منظم الملف بتاعك، وهنوضح ازاي ننظم الملف بتاعنا في الحلقات الجاية بإذن الله. تمام. طب احنا دلوقتي لو محتاجين نستبدل كلمة بكلمة تانية هنعمل ايه؟ بكل بساطة هنختار من الكيبورد كنترول و اتش ونروح نكتب الكلمة اللي احنا محتاجينها. هنكتب مثلا نور وعايزين نستبدلها مثلا بأمان، ونضغط replace all. كده هو في ثانية واحدة استبدل لي 16 كلمة كانت مكتوبة بنور. اوكي، ونعمل كلوز. تحدثت المدرسة كلها عن أماني وإجابة أماني، وكل الكلام بقى ماشي على إنه أماني. كده أنت ضعفت سرعة الشغل بتاعك. جميل جدا. طب أنا دلوقتي في هنا مثلا في الأصفر ده كلمة أماني، وتحت مثلا هنا في كلمة أماني. أنا محتاج الكلمات المتظللة بس. أعمل إيه؟ بكل بساطة من نفس النافذة كنترول و اتش فايند اند ريبليس، كده وصلنا لها. او لو انت محتاج توصل لها تروح على تبويب هوم وتروح منه، وتروح منه على ريبليس. هنا هنضغط على نروح نختار كلمة مور وننزل تحت هيديني خيارات كتيرة جدا. انا دلوقتي عايز اغير كلمة اماني المتظللة. اعمل ايه؟ اكتب اماني وعايز اخليها هاجر مثلا، اخليها هاجر. بكل بساطة هنزل تحت واروح هنا. انا هنا مثلا عايز find what، اللي انا ببحث عنه هو find what، اضغط عليه اماني. هنا الاختيار انزل تحت واروح على انزل على كلمة format واختار منها الهايلايت، ياخد كلمة اماني اللي عليها هايلايت واضغط عليها. كده دي هايلايت. وهنا عايز اخليها كلمة هاجر. جميل جدا. اعمل replace all. كده هو غير لي الاتنين بس اللي متظللين. هنروح نشوف الملف اللي حصل، نقفل دي، ننزل هنا ايه كلمة اماني، وهنا اماني وهنا. والعجيب ان هاجر يعني غير الكلمة المتظللة بس. هننزل تحت نلاقيه غير الكلمة المتظللة بس. لو انا مثلا في الانجليزي محتاج مثلا الكلمة اللي فيها حرف كابيتال، عايزه يعني مثلا لو انا كاتب ايه احمد، واحمد بادئه بايه كابيتال مثلا، احمد مثلا، لو افترضنا ان في احمد في الملف، احمد، ويخليها مثلا على سبيل المثال يخليها 2 كده هو هياخد الكلمات اللي فيها احمد ايه كابيتال بس. انما لو انا شلت ماتش كيس، هو هنا هيتعامل مع احمد دي كانها برضو هيتعامل مع احمد، وكمان احمد هيعملهم كانهم نفس الحاجه، انما ماتش كيز عملت اختلاف بينهم. انا مثلا محتاج ابحث عن كلمه علي. بكل بساطه هضغط كنترول واف او اروح لفايند من هنا واكتب علي.
وهضغط انتر. هنلاحظ هنا ان هو خد كلمة علي وخد برضو كلمة عليكم. فدلوقتي لو انا محتاج اغير اسم علي اعمل ايه من غير ما اغير عليكم؟ بكل بساطة نروح كنترول و اتش، ومنها نروح على قائمة ريبليس هنا، او نختارها من هنا برضو، ونروح نكتب علي وعايزين نغيره مثلا بأحمد. نختار من هنا مور، والسيرش دوت بيحدد لك اتجاه البحث، يعني المكان اللي انت واقف فيه المؤشر يبدأ لتحت او لفوق. يعني مثلا لو انت اول شوية مش عايز تبحث فيهم، انما احنا هنا عايزين نبحث عن كل حاجة، نكتب قول. هنا انا محتاج اغير اسم علي الكامل، انما عليهم عايز نستبعدها. اعمل ايه؟ هنكتب نفعل خيار find whole words only، افعل الخيار دوت. هنا انا اخترت الخيار دوت، وكده انا هغير كلمة علي بس، انما كلمة عليهم عدتن زي ما هي. وهعمل replace all. هنا هو غير لي واحدة بس. اشوف اللي حصل، انزل تحت هنا خلاها احمد، انما دي كانت عليكم زي ما هي. ففي خيارات كتير جدا تقدر تستعملها وتجربها براحتك، والحاجات دي بتساعدك في الشغل بتاعك، ودي حاجات للمحترفين بس. البحث والاستبدال طبعا مش بس الكلمات، ده اسلوب حياة لاي حد محترف في الوورد. الحلقة الجاية هندخل في عالم الصور، ازاي تحط صورة وتتحكم فيها من غير ما تبوظ لك ترتيب السطور وتطير الكلام. جرب تعمل استبدال لاسمك في ملفك التدريبي، واستناني الحلقة الجاية. سلام.